وما أعظم أن يتخذ كل واحد منا رفيقا له في سيره وترحاله وحتى في نومه. الكتاب خير صديق هو الذي بين أيدينا أيها السادة والسادة. وعندما أتناول مع حضراتكم واحدا من الكتب التي نتناولها بالعرض والتحليل والتفصيل، هناك كتاب اسمه الروح والجسد للدكتور مصطفى محمود. وهذا الكتاب تحديدا أيها السادة والسادة يعد عملا فلسفيا يتناول الصراع أو الصراع الأزلي تحديدا بين الروح والجسد. والكتاب هنا يستكشف كيف يعيش الإنسان في كبد بين هذين الطرفين النقيضين، وتسعى الروح للارتقاء بالإنسان نحو المعاني السامية، أما الجسد فإنه يقيد الإنسان بشهواته ورغباته الفانية. هنا يتطرق الكاتب في موضوعات متنوعة مثل الصمت والحب والصدق والكذب والجنة والجحيم. وهنا يقدم الدكتور مصطفى محمود رؤيته الخاصة لهذه المفاهيم، يدعمها بالعديد من الحقائق ما بين الواقع والعلم. الكتاب يتميز ككل كتابات الدكتور مصطفى محمود بالأسلوب المبدع والبارع في الربط بين الواقع بتفاصيله الدنيوية وكذلك التعبد في محراب العقيدة والفلسفة. هنا نجد أنه يقدم للقارئ تجربة فكرية غنية ثرية ومتكاملة. لكن دعوني بنظرة متعمقة إلى هذا الكتاب وببساطة لغوية أعرض على حضراتكم أن هناك العديد من الخلفيات أو ما يطلق عليها النقاط الرئيسية في هذا الكتاب. تتمحور هذه الأفكار في الآتي: أولا، الصراع بين الروح والجسد، حيث ناقش الكتاب الصراع الداخلي بين متطلبات الجسد الدنيوية وسمو الروح الإنسانية. أيضا نتناول الكتاب البحث عن المعنى، بمعنى أنه قد يتعمق الكتاب في البحث عن معنى الحياة والوجود من خلال الفلسفة والدين. أيضا يتناول الكتاب التأمل والصمت، حيث يؤكد الكاتب على أهمية التأمل والصمت كوسيلة للتواصل مع الذات وكذلك للارتقاء الروحي. الكتاب أيضا يوضح الحب والعلاقات الإنسانية، حيث يكتشف مفهوم الحب وتأثيره على العلاقات الإنسانية والتوازن بين الروح والجسد. هناك أيضا عرض لمفهوم الأخلاق والسلوك، حيث يتناول الكتاب الأخلاق والسلوك الإنساني وكيفية تأثيرها على الصحة الروحية للفرد. كذلك يتناول الكتاب الأخلاق والسلوك والسلوك الإنساني تحديدا وكيفية تأثيرها، وكذلك الحياة بعد الموت، بمفهوم أنه يقدم رؤية حول الحياة بعد الموت، وهي التي تشمل إما الجنة أو النار، أو الجنة أو الجحيم. الكتاب هنا يثير العديد من القضايا للتفكير والتأمل، وبخاصة في القضايا الروحية والأخلاقية، ويعطي فرصة للنظر في العلاقة بين الروح والجسد من منظور فلسفي وكذلك روحي عميق. هناك العديد من المفاهيم في كتاب الروح والجسد للأستاذ الدكتور مصطفى محمود، ومنها الصمت، حيث يرى أن الصمت ليس مجرد غياب الكلام، بل هو حالة من السكينة والرؤية الداخلية التي تعبر عن الصلح مع النفس والعالم والخالق. ويعتبر الصمت لغة قوية يمكنها أن تنقل الأحاسيس والمشاعر بشكل أعمق من الكلمات، زي ما بيقولوا كده إنه لغة الصمت أعمق بكثير أو أهم بكثير أو تغني عن الكثير من الكلمات. هناك أيضا مفهوم الحب، حيث يتناول الدكتور مصطفى محمود مفهوم الحب من منظور إسلامي، حيث يعتبر الحب لله وللرسول هو الحب الأسمى. وهنا يشير الكتاب إلى أن العلاقة بين الرجل والمرأة يجب أن تكون مبنية على المودة والرحمة، وليس فقط الحب العاطفي الذي قد يؤدي إلى الشغف أو إلى التعلق. كذلك يعرض الكتاب أيضا مفهوم الألم والمعاناة، حيث يذكر أن الألم والمعاناة يمكن أن يكون وسيلة لإيقاف القلب لإيقاظ القلب وترقيق النفس. حيث أن الألم قد يعتبر جزء لا يتجزأ من الحياة الإنسانية، ويمكن أن يكون محفزا للنمو الروحي. أيضا يتناول الكتاب العلاقة مع الله، حيث يؤكد على أن أهمية العلاقة الشخصية مع الله، ويجب أن تكون الصلة بالله سبحانه وتعالى مباشرة وخالية من الوساطة. ويعتبر الدعاء والتواصل مع الله هو واحدا من أعمق
أشكال العبادة. يعني المولى سبحانه وتعالى يعني يتحدث عن ذلك في الكثير من المواضع، وهناك العديد من المفاهيم الأساسية في هذا الكتاب، منها العديد من التحليلات والتأملات في العديد من القضايا والموضوعات بشكل فلسفي أو بالعديد من البساطة اللغوية التي نعهدها كثيرا من الدكتور مصطفى محمود، لتعطي الدلالة بأن الكتاب يعني غاية أو يعني يعطي انطباع بأن الكتاب قد يكون سبيلا للتفكير أو التأمل الروحي. هناك العديد من الاقتباسات هنا أيها السادة والسادة، من الاقتباسات المعبرة في هذا الكتاب، ومنها الآتي: السعادة الحقة هي حالة عميقة من حالات السكينة تقل فيها الحاجة إلى الكلام وتنعدم الرغبة في الثرثرة. هي حالة رؤية داخلية مبهجة وإحساس بالصلح مع النفس والدنيا والله، واقتناع عميق بالعدالة الكامنة في الوجود كله، وقبول لجميع الآلام في رضا وابتسام. أيضا يقول اقتباس أيضا يقول فيه: للصمت المفعم بالشعور حكم أقوى من حكم الكلمات. أيضا يقول: اللهم اجعل مكالمتي معك وحدك، فأنت وحدك تعلم ولا تظلم ولا تتبدل عندك الأقوال والأحكام ولا تضيع عندك محبة. أيضا من قوله أيضا: اللهم اجعل لي صمت الجبل يحمل في أحشائه البركان وهو صامت، ويحمل في باطنه الزلزال وهو هادئ، ويحمل في جوفه الذهب والبلاتين والماس، ويبدو متواضعا بفرش نفسه للفقراء والبسطاء. اللهم اجعل مكالماتي معك وحدك، فأنت وحدك الذي تعلم ولا تظلم ولا تتبدل عندك الأقوال والأحكام ولا تضيع عندك محبة. أيضا يقول: إن السعادة في معناها الوحيد الممكن هي حالة الصلح بين الظاهر والباطن، بين الإنسان ونفسه، بين الإنسان والآخرين، وبين الإنسان وبين الله، فينسكب كل منهما في الآخر كأنهما وحدة، ويصبح الفرد منا وكأنه الكل، وكأنما كل الطيور تغني له وتتكلم لغته. وقداسة الشخصية الإنسانية هي في استمرارها وفي استقلالها، فإذا افتضحت انتهت وسقطت هيبتها، واستنفدت بذلك العلاقة الإنسانية أغراضها، وما يلبث بعدها أن يتحول الاثنان إلى ألد الأعداء. العديد من المقتطفات بهذه النظرة العميقة للدكتور مصطفى محمود حول السعادة والتوازن الروحي هنا يشدد على أهمية الانسجام بين الجوانب المختلفة للحياة لتحقيق السلام الداخلي. السلام الداخلي أيها السادة والسادة، هذا الكتاب يعني هو دعوة للتأمل في الذات، يقدم العديد من الفرص. كتاب الروح والجسد، واحدا من كتب الراقي والمبدع الدكتور مصطفى محمود.